مفيش بيت مفهوش الطاسة ديت، طاسة الزيت وطاسة القلي. اكيد بعد فترة من سنة او سنتين من زواجك اكيد وصلت للدرجة ديت، مهما تغسلي فيها برضو نفس الشكل دوت. شفت وصفة كده على النت وقلت يلا لما اجربها مش هخسر حاجة. شوية ملح عاديين وشوية ملح ليمون فوقيهم ومعلقتين كده صابون سايل، وابدأ ان انا اوزعهم كده على الطاسة من فوق. وهحط بعد كده المناديل بتاعتي هوزعها على الطاسة كلها، وابدا ارش عليها خل. هغرق المناديل كده كلها بالخل. والمفروض بعد كده ان انا اسيبها حوالي ربع ساعة نص ساعة، وارجع ادعك المناديل الاقي كل الدهون وكل الصدى اللي موجود في الطاسة ديت يروح بمنتهى السهولة وبدون دعك. تصدقوا الكلام ده ولا ما تصدقوش؟ انا قمت اجربه واقول لكم اذا كان ده حقيقة ولا لا. عايزه اقول لكم اذا كان الدعك اصلا ما بيطلعوش، ازاي المكونات دي هتطلعه؟ عايزه اقول لكم ان ما عملتش اي حاجه بجد. انا بس زعلت على حبه الحاجه اللي بقت غاليين، عارفين ملح الليمون وصل ل100 جنيه. ارمي بقى المنديل بالمكونات دي كلها؟ ابدا مرميهاش ابدا ابدا، رغم ان انا جربت في الطاسه ديت الليفه والسلكه برضه ما طلعتش. خدت المنديل دوت بالمكونات اللي عليه وبدات ادعك بيها كده خلاطات المطبخ والحمام. عايزه اقول لكم انها رجعتها لي مرايه مرايه بجد، كانها بتبرق كده معايا. عايزه اقول لكم ان الجير او اي صدى موجود في اي مكان عندك في المطبخ او الحمام سيراميك او كده، اي الحاجات دي بتحب ملح الليمون. الملح الليمون بيخلص الخلاطات من اي جير او تكلسات. ملح الليمون كمان عليه صابون المواعين، هما الاتنين كنت عملت فيديو لتكلسات الحمام. عايزه اقول لكم الحمام رجع بيلمع بيبرق كده من تكلسات سنين راحت معايا من غير فعلا دعك، يعني يا دوب بالسبونشة الخفيفه مش سلكه ولا اي حاجه. وكده عملتها. دخلت هنا بقى بعد ما خلصت المطبخ، دخلت على الحمام وبدات ادعك كده في الخلاط بتاع الحوض وخلاط كمان البانيو بتاعي. والله العظيم فعلا لو كان معايا بقى في ايدي كده سبونشة كنت خليتهم، يعني هم اصلا طلعوا بيبرقوا من غير حاجة، من غير دعك ولا اي حاجة. بس اللي هو كنت عملت كده زيادة تأكيد وكنت ايه، خلاص ابقى انا كده عملتهم الاسبوع دوت يعني. بصوا بقى هنا بقى خلاط البانيو كان عليه تكلسات بسبب الاستحمام والأبخرة، هي اللي بتعمل الحاجات ديت، بتعمل الشكل ده اللي انتوا بتشايفينه. لكن بالخلطة والمكونات السحرية ديت عايزه اقول لكم والله العظيم حلو جدا جدا جدا. ولا بقى تجيبوا خلطات ولا تشتروا مكونات، بمكونين بس في البيت هترجعوا الخلطات بتاعتكم بتلمع مراية. ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد وفكرة جديدة. يلا باي باي.